السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله وصفتنا النهارده هنعمل مع بعض الكاتشب البيتي بس بطعم الشركات او بطعم العبوات اللي احنا بنشتريها من المحلات. ان شاء الله هنعمله بطريقه سهله وتريكات كده هتديكي نفس الطعم ونفس القوام، والولاد ان شاء الله هيعجبهم. هنعمل ان شاء الله من 2 كيلو من الطماطم او من كيلو ونص من الطماطم. الكميه اللي انت شايفاها دي عملت لي كذا، يعني كذا عبوه من الايه، من عبوات الكاتشب اللي احنا بنشتريها. يلا بينا كده نسمي الله ونشوف الفيديو بتاعنا. اول حاجه عندي 2 كيلو من الطماطم الحمراء، هنلاقيها حمراء قوي، هو ده اللي احنا محتاجينه. هنغسلها كويس جدا ونصفيها، مش عايزه فيها ميه. وكمان عندي فلفل احمر اللي هو الفلفل الحلو، عندي 2 متوسطين او واحده كبيره. كل اللي انا هعمله هبتدي كده اقطع الجزء اللي بيبقى ابيض في الطماطم، هشيله خالص، وبعد كده اقسم الطماطم بتاعتي لنصين واحطهم في حله من غير كده ولا نقطه ميه او اي اضافات. هعمل كل الكميه بتاعتي، وكمان الفلفل هقطعه نصين واشيل القلب الابيض او الجزء الابيض اللي فيه كده، علشان انا مش عايزه ايه، عايزه كل كده الكاتشب بتاعي يبقى طماطم وفلفل. الفلفل، اضافه الفلفل هتديني طعم حلو قوي للكاتشب. هخلص كل الكميه بتاعتي بقى واحط الحله دي على النار من غير ولا نقطه ميه خالص، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حطيتها على النار وبعد كده هغطيها، هتبتدي هي تنزل ميتها، هسيبها بقى تستوي وتتسبك كده في المية دي. بعد كده ما خلاص نزل ميتها والطماطم بتاعتي تستوي وتتهري خالص، هطفي النار واسيبها تبرد. ويلا بينا كده بقى نضربها في الخلاط او نستخدم الهاند بتاعنا، ننعم الطماطم كويس جدا ونضربها، مهم جدا علشان لسه هنصفيها. احنا عايزين القوام كريمي وناعم خالص علشان يديني نفس القوام اللي احنا بنشتريه من بره. ضربتها كويس جدا. طب علشان اصفيها هحتاج بقى مصفى سلك ضيقه علشان ما تنزليش ولا بذر طماطم ولا قشر ولا اي حاجه خالص. هضيف بقى الطماطم بتاعتي كده في المصفى وابتدي اصفيها جزء جزء كده، واشيل بقى البذر او القشر بتاع الطماطم ده، خلاص كده استغنى عنه، ارميه مش محتاجاه. هصفي كل الكميه بتاعتي الطماطم، وبعد كده هحطها تاني في الحله وهرجعها تاني على النار. دي المرحله التانية اللي انا هحطها على النار. هحطها على النار حوالي 10 دقايق كده. اول ما تلاقيها بتغلي وابتدت تتسبك خلاص كده، شربت كل الميه اللي فيها، هنزل بنص معلقه من الملح، وبعد كده ربع كوبايه من السكر، وتلت كوبايه من خل الابيض. وعلشان الكاتشب بتاعنا يبقى زي بتاع بره هضيف معلقتين كبار من المستردة اللي هو الخردل، هيخلي طعم الكاتشب حلو جدا، والمزازة دي هتدي نفس طعم الكاتشب اللي احنا بنجيبه من بره، سواء الكاتشب بتاع الاكياس او اللي بيبقى في الازايز. علشان كمان اتاكد ان القوام بتاعي هيبقى كريمي وناعم، هجيب ربع معلقه صغيره من النشا على معلقه من الميه، ادوبهم كويس واضيفهم للكاتشب بتاعي، هيتقلي القوام كده ويخليه ناعم كده وكريمي. هرجع تاني اديها بقى تغلي غلوتين كده على النار، هتلاقي بقى بتغلي جامد كده وبتطلع فقاقيع بس كبيره. عايزه اختبر الكاتشب بتاعي استوى ولا لسه. هضيف معلقه كده من الكاتشب في طبق، لو لقيتها ما بتنزلش اي ميه وقوامها تقيل يبقى كده استوت. كمان هاجي كده بالمعلقه واعمل كده زي سهم كده، لو لقيت خلاص الكاتشب ملمش على بعضه يبقى كده الكاتشب بتاعي استوى. هطفي عليه واسيبه يهدى حاجه بسيطه، ويلا نعبيه بقى في العبوات بتاعتنا. عمل لي المج الكبير ده حوالي كده اكتر من نص كيلو من الكاتشب، كمان مليت عبوة الكاتشب، وعندي طبق كبير كمان من الكاتشب. كل ده من 2 كيلو من الطماطم عمل لي الكمية الكبيرة دي. كاتشب بيتي نضيف ضمناه من غير مواد حافظة. هو ده الفيديو بتاعنا، يا رب يعجبكم، جربوه وان شاء الله يعجبكم. لايك وشير وسبسكرايب، وشكرا ليكم ومع السلامة.